اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما غفلوا عن ذكره الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا في اسعد حال يا رب واروق بال. اتمنى لكم السعاده والهنا يا رب. انا سعيده جدا حبايبي اللي دخلوا وكبروا اسرتي، انضموا للاسره بتاعتي. انا سعيده جدا بيهم، كانوا اولادي صبيان ولا بنات. كلكم على فكره في سن اولادي، فكلكم اولادي. ربنا يكرمنا جميعا يا رب، ويكرمكم ويكرم ولادي يا رب. في حاجه حصلت انا كنت عايزه اجيبها، الوصفه دي طب قديم او شعبي بتاع الناس القدام. كنت حاطه في دماغي برضو اجيبها، بس يعني بدورها في دماغي، طب هو دلوقتي في حاجات من دي ولا لا؟ بس سبحان الله حصلت بالفعل. قلت لا، لازم احكيها لكم زي ما حصلت بالظبط. انا عندي بنتي مش صغيره، يعني شابه، كانت ماشيه في شارع سوق. الشارع ده سوق، يعني في كله على الصفين محلات، ومن يعني كله لبس واطعمه وكل حاجه، يعني زحمه خالص. فهي اثناء ما هي ماشيه بتقول لي حست في حاجه دخلت تحت الشوز، يعني خلتها تعرج. حاجه بتشبهها بالزلطه، يعني بتقول لي زي ما يكون زلطه. مشيت خطوه واثنين وثلاثه وهي بتعرج، فمدت يعني نطرتها كده برجليها، نضرت برجليها كده فوقعت، ما شافتهاش ايه، وجت برضه رجلها وجعاها. بتقول لي ده انا رجليا مش قادره، في حاجه طوبه تقريبا ولا زلطه جت تحت رجلي وانا ماشيه فوجعتني قوي، لغايه دلوقتي وجعاني رجلي. قلت لها ازاي ده؟ انت اتاكدتي؟ يعني بصيتي ما شفتيش حاجه يعني تكون دخلت؟ قالت لي لا، ما خدتش بالي خالص، انا نطرت رجليا وما اعرفش. قلت لها طب وريني رجلك. وريتها لي الجزء اللي عند الصوابع اللي قدام، طبعا الدم قليل فيها، الحته دي ناشفه. ايه اللي حصل؟ هي وهي ماشيه دخل في رجلها دبوس، شكله كده دبوس ضغط، يعني مسمار. يعني بتحصل في اي حته دبابيس منجد، تنجيد اللي هما بينجدوا بيها الكراسي، اللي هي زي دي كده يا حبايبي، زي دي. ممكن احجام كبيره، يعني ممكن زي دي وممكن اكبر، يعني انا بس بشبه، بس دي انا ما شفتهاش قد ايه وهي ما شفتهاش. دخلت في رجليها، واما نطرتها كده طلعت بس وجعاها رجليها، واما جت بتقول لي رجليها وجعاها برضه وبتعرف بها يعني برضه. فقلت لها طب وريني رجلك. فاول ما ضيعت برجليها كده لقيت عند بعد الصوابع الحته دي في علامه في الوسط كده، زي ما يكون يعني شويه دم صغيرين طلعوا. فقلت لها يا ماما ده مسمار. قالت لي مسمار ازاي؟ دخل مسمار يعني؟ ده النعل الشوز سيليكون وكده. قلت لها يا ماما هو المسمار ده مسمار. فعلا بعد شويه لقيتها هي برضه رجلها وجعتها. ايه اللي بيحصل بقى في عادته في المسمار ده بقى؟ عشان نلحقه، ده مناسبه عشان ممكن تحصل مع اي حد حاجه زي كده وما ياخدش باله ان ده مسمار تحت رجله، ويعدي عادي وما ياخدش باله لغايه بعد يوم ولا اتنين. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، يبعد عنكم الامراض. تلاقي الرجل ورمت وتلاقيها عملت صديد بسبب المسمار. ايه علاج المسمار؟ انا ما افتكرش ان حد فيكم يا شباب يا حلوين يا صغيرين انتوا تعرفها، دي بتاعت الناس اللي عواجيز اللي زي حالاتي. الليمونه المشويه دي الليمونه دي طب قديم شعبي قديم. كنا دايما اللي يدخل في رجله مسمار في اي مكان او اي حاجه، حتى لو اتعور بحاجه حاده ولا محتاجه، دي تتشوي، نص ليمونه يتشوي، واول ما يخلص على طول الشوي يدوب يهدى بس عشان ما ياخدش اي ميكروبات، يروح محطوط على المكان اللي دخل فيه المسمار، او كان في جرح اي من آلة حاده ولا حاجه يتحط عليه. بس غالبا المسمار هو بيكون بلاوي يعني كتير، ربنا يكفيكوا شره. تتربط ربطه كويسه طول الليل، بيصحى الصبح رجليه زي الفل. لكن لو اتثابت يعني ما خدش باله واتثابت يوم ولا اتنين وتلاته، يعني ربنا يحفظكم جميعا، بتورم وتبقى فيها صديد وفيها مشاكل كتير، مضاد حيوي وحاجات. دي بقى تغني عن المضاد الحيوي خالص. دي يعني نص الليمونه ده المشوي يغني عن المضاد الحيوي، ويعني حقن كمان لو الموضوع اتطور.
اقراص وحاجات من دي. كل ما في الامر بنعمل ايه؟ بيجي على البوتاجاز، يعني نعتبر ده البوتاجاز. بنيجي نمسك ده كده اهي، بنمسكها جزء جزء ونحطها على النار وكده، وبالطريقه دي برضه على حرف النار، ونقلبها. المهم تتشوي من جميع الجهات، ومن جوه برضه تتحط برضه على اللي تتقلب كده، بحيث ان هي برضه تسخن جامد وتاخد العصاره بتاعتها تنشط. دي تتربط على الرجل من بالليل لغايه الصبح، بتقوم الرجل مفيش اي حاجه فيها ولا، ودي مجربه، مش يعني هي سمعناها وخلاص، لا دي مجربه. لان انا برضو قبل كده حصل ناس كتير عندي برضو دخل في رجلهم مسامير بقى كبيره، كمان مسامير خشابي. يعني يبقى ماشي مثلا في مكان او في حته مثلا، يكون رايح يجيب حاجه محتاجه وتضطر تحصل الظروف تلاقي مسمار لاي سبب مرمي في الارض. ساعات يعني بيكون الجزمه نالها جامد، يعني بتاع الرجالي دي جامده، ومع ذلك برضه بيعمل الحكايه دي، بيدخل في جوه الرجل. فدي علاجها بسيط قوي، لو اتثابت بتعمل اللهم احفظنا يا رب يكفينا شرها جميعا احنا وانتم. بتورم الرجل وبتزند وتبقى فيها صديد وشغلانه طويله. هو نص الليمونه ده بيشيل، ما بيخليش اي حاجه يعني بيمتص الميكروبات والصدى او اي، حتى لو مش مصدي بيعمل ميكروبات في الرجل، بيبقى فيه حاجات وحشه دخلت في الرجل معاه، بيسحب كل الحاجات اللي دخلت من المسمار، اي ميكروبات، تراب، صدى، اي شيء الليمونه ده بيسحبه نهائي. فدي حصلت فعلا بالفعل لسه مع بنتي قريب، يعني دي وحصلت معانا كتير زمان، بس انا بصراحه كنت مش عارفه يعني اقدمها الوقت ولا مش وقتها، بس هو كده جه وقتها يعني من عند ربنا. دي بقى من ضمن الطب القديم. وفي حاجه تانية اقول لكم عليها من ضمن الطب الشعبي القديم. في حاجه تانية، يعني اوقات الواحد يكون بتقص ضوافرها مثلا كده، او طفل يشد ضوافره كده باسنانه، تبقى هنا ودنه في الجنب، هنا في ودنه، الودنه دي ممكن تخلي الصباع يدوحس. حصلت برضو عند ما كانوا اولاد صغيرين، الصباع فجاه تلاقيه وجع وورم وزند، وطبعا بيبقى فيه صديد وشغلانه طويله، وبرضه هيضطر مضاد حيوي وحقن وحاجه وغير ايه، كل ده هيتطور فتره طويله، يعني بياخد له ايام كتير في الموضوع ده. علاجها بسيط قوي. قشرة بصلة، القشرة دي دلوقتي احنا هنسيب القشرة اللي فوق دي ما ناخدهاش، مش عايزين اللي فوق دي، احنا عايزين القشرة اللي تحتها على طول. القشرة اللي تحتها دي تحطيها على النار برضو، سبحان الله، يعني الثوم والبصل والليمون دول فيهم فوائد كتير جدا، وطبعا الثوم معاهم، والنار بتموت كل ميكروب، يعني سبحان الله مفيدة جدا لحاجات كتير، رغم ان خطتها برضه ربنا يكفينا شرها جميعا احنا وانتم. دي برضو تتحط على النار تتحرق، نفس الحكايه، تتمسك برضو نفس النظام وتتحرق بحيث ان هي تتشوي، بس يبقى مش تتحوش خالص، تتحرق لازم يكون فيها عصاره شويه، تتحرق هنا شويه وكده شويه وهنسته من كل حته، وتروح محطوطه على الصباع وملفوفه عليه طول الليل. هتقوم الصبح العيله من دول او اي حد يعني انسان كبير ولا صغير هيقوم يلاقي بعد ما كانت هي يعني محجره، هيلاقي بدات تطرى. اما بتطرى بتبدا تلم السائل اللي هو هيبدا يبقى وحش، او لو كانت لحقت بسرعه بتم خلاص ما بيبقاش في وجع فيها خالص، يعني ما تحسيش العيل او الكبير، حتى ساعات بتحصل معانا احنا كبار، ما بيبقاش في الام خلاص، تقضي على الموضوع ده. لو هي كانت سابها فتره يومين ثلاثه وبدات تورم وفيها صديد، برضه يعملها بس يكررها مثلا ايه لغايه لما يلاقي الصباع بتاعه طري خالص، بحيث ان هو لو عملوا كده بس بدبوس، سخن دبوس على النار بس كده، او حتى دبوس طرحه وعملوا كده يتفقع، يبقى خلاص على كده خلص. الحاجات دي بتغني عن الادويه وعن المضادات الحيويه، يعني كده مش محتاجين مضاد حيوي، الناس تعمل بس الحاجات دي. ده كله ده كان بيمشي زمان، ما كانش حد بيستعمل مضاد حيوي، كان كله على حاجات من البيت. وكان برضو اعزكم الله يا رب يبعد عنكم الامراض جميعا انتوا اولادي يا رب. كان في الواحد لو حصل له جه عنده دمل، يعني بعد عنكم جميعا يا رب، ما يحكمش على حد فيكم ابدا، في اي مكان في جسمه كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا في مرهم اسود كده بيتباع في الصيدليه، علبه صغيره كده مرهم اسود، هو من منتجات البترول، كانوا بيحطوها عليه ويربطوها ويكرروا مثلا مره، يغيروها مره في اليوم كده. لو ما فيش المرهم الاسود، او انت دلوقتي في حته ما تعرفش تجيب مرهم اسود، تعمل ايه؟ كانوا بيعجنوا عجينه، حته عجينه معلقتين دقيق 3 حسب المساحه، بس يكتروا السكر بتاعها قوي، يعني يحط عليها سكر، لو ما فيش ناعم بودره يخلوا الماء مسكره قوي اللي يعجنوا بيها، بحيث تبقى عجينه بسكر،
كانت تتحط على على الدمل وتبات تاني يوم بتمتص الصديد كله وبتطلع. كل دي علاجات شعبيه قديمه ما تعرفوا، يعني ممكن يكون دي علاجات عرب من زمان، بس احنا انتشرت عندنا في العلاجات الشعبيه دي في كل الاماكن، يعني في جنوب الصعيد، في الاحياء بتاعتنا الشعبيه مصر. الحاجات دي يعني كانت منتشره زمان، بس دلوقتي ما افتكرش حد بيعملها كتير، يعني لان الاجيال اللي طالعه دي، يعني مش هقول لك من 20 سنه ولا 15 سنه، لا ده ممكن اكتر من كده وما بيعترفوش بالحاجات دي، الا لو حد عنده خلفيه وقال لهم ده بجربها وعملها لهم ولقاها فعلا جابت نتيجه، غير كده ما بيعترفوش. سهل قوي عليهم يجيبوا مضاد حيوي وياخدوا حقن او برشام وخلاص على كده. فانا قلت اقول لكم الحاجات دي حبايبي، دول طب قديم، طب الشعب القديم، وحاجات سهله ومن البيت. يعني سبحان الله الليمون والبصل فوائدهم جميله جدا، والثوم بصراحه جميل جدا. يعني لو كل يوم اي واحد فيكم كده خد، مش لازم يدغدغ عشان الثوم ريحته بتبقى وحشه، لو بس بلع فص ثوم او 3 حتى مش كبار صغيرين كل يوم على الريق مع كوبايه ميه، جميل جدا. يعني فوائده لا تعد ولا تحصى للجسم، وما فيهوش اي اضرار. كل يوم على الريق بس 3 فصوص رفيعين كده، بحيث ان هم ما في ناس ما بتعرفش تبلع الفص الكبير شويه، والمدغدغ بيعمل ريحه فمش محبب يعني. فدي كل ده طب الشعب القديم. انا حبيت النهارده اقول لكم على الحكايه دي لما حصلت كمان، انا والله كان في بالي، بس لما حصلت بالتجربه مع بنتي قلت لا ده جت وقتها، لان ممكن اي حد من حبايبي برضو زي اولادي بالظبط، هم كلهم زي اولادي، تحصل معاه موقف زي كده، بدل ما المضاد الحيوي اصلا يعني بهدل الناس، في حاجات كتير احسن منه. بس فده جزء يا حبايبي، وانا سعيده جدا بيكم، وسعيده باللي انضموا لاسرتنا، وبتمنى يا رب لكم السعاده دايما، واتمنى يا رب ان اكون عند حسن ظنكم واقدم حاجه مفيده. يعني انا سعيده جدا لما يعني اي حاجه احس انها بتفيدكم ببقى مبسوطه جدا، لان زي ما بعمل لاولادي بعمل لكم. اي حاجه بقولها لاولادي وبقول لهم نصيحه عليها بقولها لكم على طول. بس يا حبايبي معلش طولت عليكم شويه، يعني ربنا يجعلنا ضيوف خفاف عليكم. مع السلامه يا حبايبي، الف سلامه، السلام عليكم.